انسي الطرق التقليدية في عمل البتنجان، لا تقليه ولا تسلقيه، وفي الكيس ارميه وتعالي نشوف هنعمل ايه مع بعض. بس الاول سمي الله ويلا بينا نبتدي الخطوات. اول حاجة طبعا هتجيبي البتنجان وتشيلي الراس بتاعته بايدك كده زي ما انت شايفة في الطريقة دي، وفي ناس بتحب تقطعه بالسكينة كده. لا احنا بقى مش عايزين الطريقة دي، لازم تعمليه بالطريقة الاولى. اديني عملت كمية البتنجان بتاعتي، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هتجيبي لتر ونص من المية، ما تخافوش مش هنسلقه زي ما قلت لكم. عليهم 3 معالق كبار من الخل، وتحطي فيهم البتنجان وكام قرن فلفل شطة كده بقى من اللي قلبك يحبهم، علشان يخلوا البتنجان سبايسي وحلو كده، وسيبيهم ربع ساعة. بعد ربع ساعة هتجيبي البتنجان وتشقيه، يا إما شق واحد يا إما شقين حسب حجم البتنجانية، لو رفيعة وصغيرة يبقى شق واحد، لو تخينة كده يبقى شقين. هتجيبي الكيس الحراري اللي احنا بنعمل فيه الفراخ وبنعمل فيه اللحمه، وحطي بقى فيه البتنجان وقرون فلفل الشطه. وعلى فكره قرون فلفل الشطه ما بتشقيهاش. هنحط معاهم معلقتين صغيرين من الزيت، زيت الذره العادي، وتربطي الكيس كويس علشان ما يحصلش اي تسريب او ياخد وقت منك في السوا. كل ما تربطيه كويس كل ما السوا يبقى معاكي تمام. هتهزي الكيس كده عشان كل اللي فيه يتغلف بالزيت، واعملي خرمين كده وتدخليهم الفرن. في الوقت ده هحط بقى طاسة على النار أو حلة، واحط فيهم 2.5 كوباية من المية، عليهم تلت كوباية من الخل. ما تخافوش برضو ده مش هنسلق فيه البتنجان. هنحط 1.5 معلقة من السكر، ومعلقة إلا ربع من الملح وتقلبيهم. عايزة أقولك الفيديو ده احنا بنعمل فيه عظمة بجد، استنوا بس وشوفوا النتيجة في الآخر. هتجيبي قرون فلفل الشطة وتقطعيها تخين بالبذر بتاعها، انا عايزه البذر، وقطعيها تخين زي ما هتشوفي السمك اللي انا هوريهولك ده. ارفع من كده هيبوظ معاكي، شايفه؟ هو ده اللي انا عايزاه. وسيبيهم على جنب. دلوقتي البتنجان بتاعي خلاص باقي 5 دقايق ويستوي. حطيت بقى تتبيله: كزبره ناشفه، كمون، فلفل اسود، بابريكا، ملح، معلقه كبيره من معجون، من مش معجون يا ربي، الهريسه بتاعت الشطه، معلقتين كبار من الثوم المفروم، ربع كوبايه من الخل، لو عندك بواقي قرن فلفل شطه كده حطيها، عصرتين ليمون. وقلبي الكلام ده كله مع بعض مع معلقتين من الزيت. تمام. بس في تكايه كده سيبيها بقى فعلا لغايه قبل ما تطلعي البتنجان على طول. يعني خلاص بقى ايه هي الكزبره الخضراء دي، علشان ما تتبلش معاكي ولونها يتحول لبني، احنا عايزينها خضراء كده وفريش وحلو. دلوقتي كان البتنجان بتاعي خلاص على خروج يعني من الفرن. طلعته زي ما انتوا شايفين، في شوية كده متلسوعين وحلوين جدا ما شاء الله، كأنك فعلا قليتيه، وفي نفس الوقت خفيف وزي الزبدة يا جماعة ما شاء الله. سيبته يبرد وبعدين بصيت على الميه كده لقيتها لسه مغليتش. الميه برضو مش للبتنجان، بس قلت ايه اشقر عليها يعني. المهم حطيت شويه من الصوص في العلبه من تحت، ورصيت طبقه بتنجان طبقه فلفل طبقه بتنجان طبقه فلفل. والبتنجان بس هو اللي انا بحشيه، ما بحطش صوص تاني في اي حته، لان اي باقي من الصوص ده في الاخر هروح التحبيشه الحلوه دي صباها من فوق كده في العلبه، ومغطيه العلبه على طول زي ما انتوا شايفين كده. فطبيعي بقى انه الفلفل هياخد من طعم البتنجان، ما تقلقوش، هو اصلا ما اتشالش واتنسف في نفس ذات اليوم. شايفين ما شاء الله رهيب. الميه بقى بعد ما غليت رحت نقع فيها على طول الفلفل اللي انا قطعته، ورحت نشلته حطيته على طول في البرطمان الازاز النظيف بتاعي. وحطيت بعد ما اتملى معايا حطيت بقى شويه من محلول النقع ده. وتاني يوم بقى هيتحول معاكم للمنظر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده اللي انا عاملاه دلوقتي، وده اللي دايما بعمله. الفلفل الهالبينو ما عملناه في ولا وقت، عايزه اقول لكم جربوا الوصفتين هيعجبوكم جدا جدا.